هلا يا هلا. فيديو جديد بعنوان قصة أبو الهول ومعبد الوحي، أو ما يسمى بالإنجليزي The Oracle Center Oracle Temple. في مصر القديمة كان عندنا معابد كتير جدا للوحي أو Oracle Centers في مصر القديمة. الأوراكل سنترز دي كانت عبارة عن أماكن مخصصة إن الناس بتزورها، بتسيب هناك نوع من انواع الاوفرنج، اي اوفرنج، اكل شرب او غيره، وبيعمل صلوات ومديتيشن معين، وبيعمل انفوكيشن معينه، بيعمل دعاء او بيعمل نداء للارواح المقدسه اللي موجوده في العالم الاخر، اللي هي ارواح الاسلاف الطاهره، وبيسالهم شويه اسئله. وبعد كده بيبقى الشخص ده بيروح في مكان مخصص للنوم، ياخد كده ناب معينه، غفوه يعني. فالارواح دي بيتفتح لها استرال جيت، بوابات نجميه، وبتتواصل معاه في الحلم. وبعد كده بيصحى الراجل ده من الحلم، وبيبقى فيه جزء من البريستس في مصر القديمه. كان هدف الكهنه دول ان هم بيعبروا الاحلام او بيفسروا الاحلام والرموز اللي الشخص ده شافها في الحلم والرؤيه بتاعته يعني، وبيقولوا له انت الحلم بتاعك عباره عن كذا وكذا. الجزء بتاع الاوراكل سنتر في مصر القديمه. من ضمن الاوراكل سنترز دي اللي هي مراكز الوحي في مصر القديمه، كان عندنا مركز الوحي بتاع ابو الهول، في مركز الوحي بتاع سيوة. طبعا ده كان اشهر مراكز الوحي او الاوراكل سنترز في مصر القديمه كلها، ونال شهره كبيره جدا طبعا بره مصر وكمان. وكان عندنا اوراكل سنتر تاني موجود في السرابيوم في سقاره، وعندنا اوراكل سنترز تانية كتير جدا موجوده في المعابد بتاعه الصعيد، زي معبد كومومبو. ففكره الاوراكل سنتر هنا ايه بقى؟ الفكره بتاعت معبد الوادي والاوراكل سنتر بتاع ابو الهول، ان ابو الهول ده كان اسمه القديم في مصر القديمه شسب عنخ حور ام اخت، الصوره الحيه للارواح المحلقه في الافق. شسب عنخ حور ام اخت، الصوره الحيه للارواح المقدسه المحلقه في الافق، يعني الارواح اللي عبرت الجانب الثاني من العالم بتاعنا، الارواح بتاعت الاسلاف. فالمكان ده كانت الناس بتيجي فيه في مصر القديمه، بيعملوا صلوات وبيعملوا اوفرنج للكوات بتاعت الاسلاف بتاعتهم. والاسلاف دي كانت الارواح بتاعتهم بتيجي في نفس الصوره بتاعت ابو الهول، عشان كده اسمه شسب عنخ حور ام اخت، الصوره الحيه للارواح المحلقه في الافق. يعني كل الارواح بتاعت الاسلاف بيجوا عن طريق الاحلام في الشكل او في الشيب بتاع ابو الهول، وبيبداوا ان هم يوصلوا الرسائل بتاعتهم للناس اللي بتحلم. وبعد كده بيبقى يصحى من النوم، وبعد كده البريست او الكاهن بيبدا ان هو يفسر له الحلم او الرؤيه اللي هو شافها من الروح بتاعه الاسلاف. فدي قصه جميله وقصه لطيفه ممكن نشيرها مع الجست بتاعنا، ان المكان ده اوريكل سنتر. المكان ده والتمثال ده هو الصوره والهيئه البرفكشن شيب اللي بيجي عليه الارواح بتاعت الاسلاف الراحلين، وده بيتطابق كتير جدا مع لوحه الحلم بتاعت الملك رمسيس الثالث، سورة حتمس الرابع، لما حلم ان الارواح الاسلاف جات له على هيئه ابو الهول في الحلم، وقالوا له رجع الاهتمام بالمنطقه مره ثانيه. اشوفكم في لايف جديد ان شاء الله.